السلام عليكم يا جماعة، وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة كل عجيب وغريب الأعزاء. النهاردة هنتكلم عن المباراة اللي الكل مستنيها، الأهلي ضد بتروجيت. موعد المباراة، الحالة الفنية للفريقين، آخر نتائج لكل فريق، وكمان التشكيلة المتوقعة للأهلي بالطريقة اللي بنحبها، بسيطة ومباشرة. أولاً، موعد المباراة ومكانها. المباراة هتتلعب النهاردة الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، وسوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أكاديمية الشرطة. المباراة مهمة جدا للفريقين، لكن أكيد الأهلي داخلها بعين واحدة: الفوز. ثانياً، نتائج الأهلي الأخيرة وحالته العامة. الأهلي جاي على سلسلة مباريات فيها أداء قوي وروح قتالية واضحة. في آخر مباريات الفريق قدر يحقق انتصارات مهمة، وظهر الانسجام بين بعض العناصر الهجومية والدفاعية. محمد الشناوي في حراسة المرمى بيحافظ على هدوءه، وفي الخطوط الخلفية أسماء زي ياسر إبراهيم، محمد هاني، عمر كمال ومصطفى العش بتدي صلابة دفاعية. في خط الوسط عندنا اللاعبين يقدروا يمنحوا التوازن زي أليو ديانج، مروان عطية ومجدي قفشة. والهجوم طبعاً مليان خيارات: تريزيجيه، أشرف بن شرقي، زيزو، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف. دول اللي بنحسب عليهم في حسم المباريات. الأداء العام بيشاور إن الأهلي لو لعب بمستواه الطبيعي هيكون له اليد العليا، لكن زي أي مباراة في الدوري المصري، التفاصيل الصغيرة هي اللي بتحسم الماتشات. ثالثاً، حالة بتروجيت وأسلوب لعبه. بتروجيت فريق دايماً بيلعب دفاع مضغوط ويحاول يعتمد على الهجمات المرتدة. في مباريات كتير قدر يعمل مفاجآت قدام فرق كبيرة لما كون دفاعه منظم ولما استغل أخطاء المنافس. عشان كده الأهلي محتاج يكون مركز طول المباراة، وما ينفعش يحصل تهاون في منتصف الملعب. رابعاً، التشكيل المتوقعة للأهلي. توصيف جاهز للقراءة. التشكيل المتوقع 4-2-3-1. حارس المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع من اليمين للشمال: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، عمر كمال. خط الوسط الدفاعي أو الارتكاز: أليو ديانج، مروان عطية. خط الهجوم الهجومي أو دعم المهاجم: أحمد نبيل كوكا في الدور اللي بيوزع اللعب، أحمد سيد زيزو جناح أو صانع لعب، طاهر محمد طاهر جناح سريع. الهجوم الصريح: محمود حسن تريزيجيه أو محمد شريف رأس حربة حسب جاهزية وموقف المباراة. لو المدرب قرر يلعب 4-3-3 التشكيل هيبقى قريب: خط وسط ثلاثي: ديانج زائد عطية زائد قفشة أو كوكا، وهجوم ثلاثي: تريزيجيه، زيزو، بن شرقي، شريف. خامساً، نقاط القوة والضعف، مصايح تكتيكية سريعة للأهلي. لازم الأهلي يبدأ المباراة بضغط عالي علشان يحسم السيطرة من الأول. الاستفادة من الأطراف مهمة جدا، طاهر وزيزو عندهم سرعة وقدرة على الاختراق والتمرير. في الدفاع ياسر إبراهيم ومصطفى العش لازم يكونوا مركزين على الكرات العرضية والعمليات الانطلاقية للظهير الأيسر واليمين من بتروجيت. في منتصف الملعب ديانج دوره الرقابي أساسي علشان يمسك مفاتيح وسط بتروجيت ويمنع الهجمات المرتدة. الأهلي ما ينفعش يستقبل أهداف مبكرة، لو حصل هيبقى ضغط نفسي ومهمة بتروجيت هتكبر. سادساً، توقع النتيجة والختام، نبرة تشويقية. أنا متوقع مباراة مفتوحة، والأهلي لو لعب بمنتهى التركيز والجدية يقدر يطلع بنتيجة إيجابية. 2-0 أو 3-1 ممكن تكون نتيجة منطقية، لكن لو بتروجيت قدر يلعب غلاظ وهجم على المرتدات ممكن نشوف مفاجأة. في الختام، لو أنت من جمهور الأهلي حضر علم النادي وشجع من قلبك، ولو من جمهور بتروجيت خليك فاخر بلياقتكم وافتكر إن الكورة دايما فيها مفاجآت. ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اكتبولي في التعليقات توقعك للمباراة، مين هيحرز الأول وإيه التشكيلة اللي نفسك تشوفها.